اللي في الجاكيت ده بقعه زيت برفان. في الفيديو ده هقول لكم ازاي تطلعوا البقعه ديت من اي ملابس عندكم بكل سهوله. كل اللي عليكم تصلوا على النبي ونكملوا الفيديو مع بعض للاخر. هبل البقعه ديت الاول ميه عشان اثبت لكم ان دي فعلا بقعه زيت. هبل المكوه بقى ما تنشف الميه ديت. عاوز اوصل لكم بس معلومه صغيره. كفر المكوه التeflon الحراري ده بيتصنع مخصوص بمواصفات خاصه بيا انا اللي بطلبها من المصنع. الكفر ده تeflon حراري بيور مش موجود عند اي حد في مصر كلها غير عنده بفضل الله. اما بقى الناس اللي بتسرق فيديوهاتي وبتبيع كفر المكوه ده شكل الكفر اللي هم بيبيعوه. الكفر ده مش بتاعي. ده الفرق ما بين الكفر التeflon الحراري الاصلي وما بين الكفر التاني. بيبقى عباره عن ورق. الكفر بتاعي تeflon حراري اصلي وبيكون من شركه NTC وده اللوجو بتاعه. احنا ما بناخدش اوردرات غير عن طريق رقم الواتساب اللي انتوا شايفينه وبنشحن لاي مكان في مصر. وزي ما انتوا شايفين الفتره كلها سيبنا المكوه على الجاكيت اهوت، لا اتلسع ولا اتحرق ولا الكلام ده كله. زي ما انتوا شايفين اهوت المكوه نشفت الميه اللي حوالين بقعه الزيت. هنعمل بقى خلطه صغيره كده على قد البقعه دي بالظبط. هنملى غطا الازازه ديت ميه وهنملاها مره كمان اي خل طعام احنا بنستخدمه عندنا في البيت. وبعد كده هنحط عليهم غطا كمان اي كحول اسيلي بتاع معقم اليدين. وهنحط عليهم نص معلقه اريال او اي مسحوق جل احنا بنستخدمه عندنا في البيت. هنقلبهم في بعض كويس وهنحطهم مكان البقعه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهنستنى لمده دقيقه او دقيقتين. بعد كده هنجيب اي فرشه صغيره او فرشه اسنان وهندعك بيها البقعه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد ما نخلص بقى هنشطف البقعه بشويه ميه. هجيب اهوت المكوه واحاول انشف مكان البقعه عشان تشوفوا البقعه راحت ولا لا. وده شكل الجاكيت بعد ما خلص. ما تنساش بقى تعمل لايك وشير عشان غيرك يستفيد.